شد البطن او الابدومينوبلاستي او التامي تاك، كلها مسميات لنفس الاجراء الجراحي، من اكتر العمليات المطلوبه دلوقتي على مستوى العالم. أنا دكتور احمد الادور، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام. هنتكلم معاكم النهارده في عمليه شد البطن. مبدئيا لازم نعرف مين هم الكلاينت الكانديديت للعمليه دي. العمليه دي اكتر في السيدات اللي تعرضت لحمل وولاده متكرره وحصل ترهلات عندها في البطن، او للاشخاص اللي هم نجحوا ان هم يفقدوا كميات كبيره من الوزن سواء بالدايت او سواء بعمليات التكميم. طب العمليه دي في مجملها بنتكلم فيها عن ايه؟ احنا بنتكلم في 3 كونسبت اساسيين في العمليه دي. اولا بيتم فيها استئصال ترهلات الجلد الزائده من البطن، بيتم فيها شفط الدهون الزائده من منطقه اسفل البطن واسفل الظهر والاجناب، وبيتم فيها اعاده اصلاح وربط للعضلات الموجوده في جدار البطن لان العضلات بتبقى ضعيفه. طيب العمليه دي بمفهومها الجرح بيبقى فين؟ الجرح بتاعنا بيبقى تحت جرح القيصريه بشويه عند البيكيني لاين، في منطقه مش باينه بحيث ان انت لما تلبسي بعد كده اندر وير او بيكيني ما يبقاش باين، بيبقى من العظمه للعظمه. بنمشي بعد كده على كريمات ومراهم ولزقات سيليكون، جلسات فراكشنال ليزرز، بحيث ان احنا نحسن شكل الجرح. بيبقى احسن حاجه بعد حوالي مثلا 6 شهور بيبقى شكله اولموست مش باين. جددي ثقتك بنفسك وابعت لنا على اي استفسارات بخصوص عمليه شد البطن علشان تستعيدي الشكل الجمالي المتناسق لجسمك وتنجحي في ان انت تتخلصي من الترهلات الموجوده في البطن اللي بتضايقك.